شوط اول ما بين مانشستر سيتي وما بين توتنهام برعايه. يا اسطى ما تسيبونا نلعب معاكم، يعني انا اسف لو يعني ملعب ملعبكم واحنا ضيوف عندكم، يعني حس ان احنا ضيوف. ده يا راجل ده اكرام اكرام الضيف واجبه يا جدع، ولا مش عارف اسمها ايه، ولا اكرام الضيف واجب يا جدع. عيب، عيب يا معلم، عيب اللي انت بتعمله ده يا اسطى معايا. يا اسطى ليه يا اسطى، ليه تعمل معايا كده يا اسطى؟ ده انا حبيبك يعني، ده انا حبيبك. وفي السنه من السنه اللي قبل اللي فاتت كنت كسبت ليفربول عشان خاطر، لو لا كسبت ليفربول ايه ولا مش، والله ما فاكر. تعادلت مع ليفربول عشان خاطرك انت، وانت خدت الدوري ساعتها يا معلم، وما قلناش حاجه. سيبني العب معاك يا اسطى. يا اسطى عيب يا اسطى القفل المساحات اللي انت عامله ده، وقفل زاويه التمرير، قفل كل حاجه. مفيش ولا زاويه تمرير مفتوحه ولا في اي حاجه. وضغط عالي، ضغط 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 ضغط، اقسم بالله معمول علينا من مانشستر سيتي وحياة ربنا. ضغط عالي. مش انت نفسك ما بتضغطوش في ليله الامتحان، قبل الامتحان بيوم كده لما تكون مضغوط، ده ما يتعملش عليك يعني. وبرناندو سيلفا يا لهوي برناندو سيلفا، جيرمي دوكو اللي فاتح اسم بشار اسم ناحيه شمال دي باسمه اساسا على قفا بيدرو بورو واسمه ده. وعندك وفودن، الثلاثه يا جدعان بيتنقلوا باريحيه مش طبيعيه، مش طبيعيه. ومستر طبعا ايمرسون رويال، مستر ايمرسون رويال كل شويه اما الكوره تجيله يقعد ركبه تخبط على الجيران. يعني انا اقسم بالله اصلا احنا مستحملين ايمرسون رويال ده يعني كلاعب كوره بالعافيه. انا مش هقدر ان انا استحمله قلب مدافع كمان. في القلب الدافع ده هو عايز قلب مفتوح، ومعاه كابتن بن ديفيد عايز دعامات. وبعد كده الناحيه الشمال عندك اودوجي، يعني هو اودوجي كده كده اسطوره. وبيسوما انا فينك يا اسطى، فين يا اسطى؟ انت فين يا اسطى؟ ده يا نهار اسود يا اسطى. احنا الكوره ده اول 5 دقايق يا اسطى 4 ركنيات يا اسطى للسيتي. حرام يا اسطى كده يا اسطى. احنا بص، انا عندي فكره حلوه. انتوا كل لعيب من توتنهام ينزلوا ابلكيشن اوبر، بحيث ان حاجه توصلهم للجون، لان احنا مش عارفين نوصل للجون من الاخر. احنا بسم الله ما شاء الله مش شايفين قدامنا. فيعني ما اقدرش اتكلم عن انجي بوستوجلو. الراجل عمل اللي عليه وزياده. الراجل مش هيعمل ايه تاني؟ معاه شله لعيبه عاهات مش عارف يعمل بيهم حاجه. هيعمل ايه اكتر من ان هو بيلعب بإميرسون رويال وبين ديفيز مدافعين قلبين دفاع؟ يا نهار ده قلبين، يا نهار قلبين ايه بقى؟ خلاص ده قلب مكسور والطير جريح انتظر مع بعض يا جماعه الشوط التاني. يا راجل خد نفسك، خد نفسك يا راجل من الجري اللي احنا كنا بنجريه ده يا جدع. مش معقوله يا جدع، يا جدع. هقول لك على حاجه بقى، اقول لك بقى على حاجه بقى. تعادلنا يا عم. انا يعني الحمد لله ما خسرناش، بس تعادلنا. انا تعادلت، انا ما خسرتش الماتش الرابع على التوالي الحمد لله. لان انا لو كنت خسرت الماتش الرابع على التوالي كان خلاص ما فيش امل حتى في دوري ابطال، انا اروح دوري ابطال. ما كانش في امل في اي حاجه يا معلم. ما انت اسمع بقى الكلمتين اللي انا جاي اقولهم لك. بص بقى ريتم السيتي انا بقول لك من اولها هي اللي مضيعه الماتش من ايديها على طول كده. ماتش كان ممكن من الشوط الاولاني تخلصوا 3-4 مستريح، وكانت هو تنصب السيرك على توتنهام بشكل باريحيه شديده جدا. ولكن بص بقى يا معلم، دايما يقول لك ايه لما بتخش ثالثه ثانوي في الاول؟ قال لا، بيقول لك ما تبديش جامد قوي، بمعنى ما تبتديش غشيم. ما تخشش مره واحده حماس واكلك قوي ومش عارف ايه بتاع، عشان هتيجي في نص الشهور مش قادر ان انت تكمل، مش قادر ان انت تذاكر، مش قادر ان انت تعمل اي حاجه. ده بص شايف بقى المثال ده؟ حطه بقى في ماتش توتنهام ومانشستر سيتي. توتنهام بادئه هدوء، انجي بوستوجلو بادئ قايل اللعيبه انا عايز على الهادي، على الهادي قوي. الكره تطلع من رجلينا بالراحه مش مشكله. الكره كانت بتطلع بسوما سون انما مانشستر سيتي هالاند برناردو سيلفا مش عارف يروح يجري هنا يجري هنا وماشيه كده. فهنا بقى الفكره، ايه اسمه، انجي بوستوجلو بداها على الهادي خالص. عشان كده جه في اخر الدقايق ب7 ارواح. عرفت ان انت ترجع في الماتش كذا مره، وعرفت ان انت تأدي، وعرفت ان انت تظهر بشكل كويس نوعا ما رغم ان انت كنت بتدافع النهارده لان انت ما عندكش حل تاني. الناحيه التانيه مانشستر سيتي ان هي كانت بادئه بحماس شديد جدا، وقفل المساحات وضغط عالي ضغط عالي. الضغط العالي ده اصلا يعني في العموم طاقه بتستنزف من اللعيبه. انت لما بتعمل هاي بريشر، لما بتيجي تلعب فيفا ولا اف سي، لما تيجي تلعب لما تحط هاي بريشر، بتيجي في الدقيقه 65 تلاقي باورات اللعيبه كلها قليله. يعني ده في اللعبه بتحصل كده. انا بالنسبه لي شفت ان جوارديولا قرا الماتش بشكل غلط. مع احترامي لجوارديولا، الناس كلها عارفه انا بحب الراجل ده قد ايه، بس هو قرا الماتش غلط بكل ما تحمله الكلمه من معنى. اولا انت بادئ بضغط عالي شرس جدا جدا، وعايز تخلص الماتش بدري بدري، بس مش قدام توتنهام اللي ب7 ارواح فعلا بجد من اكتر الفرق. توتنهام مش عشان انا مشجع ليها، من اكتر الفرق اللي بتفضل مكمله لحد رمق الاخير بنفس الريتم ونفس الاداء، الا قدام الفرق اللي هي مش احسن حاجه، اللي هي قدام فرق منتصف الجدول زي ما بيقولوا.
ولكن انجي بوستوكوجلو هو اللي قرا الماتش غلط، حسسنا ان في الاول الدنيا بايظه ومش عارف ايه، والراجل في الاخر طلع باقل الخسائر وطلع بتعادل بتشكيله زي دي، وانت تطلع بتعادل قدام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بالطريقه دي. لا يبقى انت تحيه كبيره قوي للراجل ده يا جماعه. الراجل ده انا حابب انجي بوستوكوجلو، حابب جدا ان الراجل ده بطريقه لعبه وبطريقه كل حاجه تقريبا هو بيعملها. وعندك يعني خروج جيرمي دوكو ده انا حسيت انه تقريبا كان اصابه، ولكن جريليتش مش عامل نفس الحاله اللي عاملها جيرمي دوكو. شوف الفرق، انا بالنسبه لي كمشجع لتوتنهام لما الماتش كان شغال، اول ما لقيت جيرمي دوكو خرج ارتحت، يعني هو لما خرج انا ارتاح، انا اتبسطت. جريليتش كده كده مننا وعلينا عادي يعني. ولكن في الاول والاخر ده وجهة نظري، واتمنى اسمع رايكم في الكومنتات. وبس، كان مباراة عصيبة حقيقي، ومن اصعب الماتشات اللي انا شفتها السنة دي. يوم جميل بصراحة. ليفربول بكرة ان شاء الله، وهنبقى اتكلم معاكم على ماتش ليفربول و وفولهام اللي كان شغال قبل توتنهام ومانشستر سيتي. وبس كده، كان معاكم مين الجبري وحلقة برنامج جبريات. السلام عليكم.